مبروك عليهم التتويج. الناس تخدم لبلادها، ما كاش واحد ما حب يتحرك. بعد يقول باللي كنا نقصوا في كل مره، علاش هذه المره كنت هولوا في القضيه وكانوا الامر جلل، في حين انه قال حياتنا كاع وحنا كنا نقصوا في. هادو لم يقولوا هكذا، يقولوا مش عليك افو كانت الخساره، اي بصح انتم كانا روحوا هذوك راحوا، يروحوا انتم كانا كيما راحوا هذوك، روحوا اخطيوا الفوتبول. يا اخي الاولين كنت تقولوا هكذا، ولو كلام شارع، هذا كلام تاع شارع ماشي تاع مسؤولين، كلام تاع شارع. روح انت غدوه نبيل معلول يسقسيوه دونزان ولا تشوفوا ولا يقول كلام ديفيرون، تشوفوا كلام محترم، ولا تشوف ركراكي غدوه وان شاء الله يروحوا يديو ايوا حتى لا كوب دافريك ولا لا كوب دي موند كاع يديوها ولا يتيليمينا، ما يقول لهمش هذا الكلام، يحطوا مش كان في افريقيا فقط، حتى على مستوى العالم. المنتخب المغربي حاليا يعد من افضل المنتخبات، باش ما نبالغش على مستوى العالم. أصنف المغرب من 10 الأوائل حاليا. وعندي المعطيات وعندي الاسماء. وحاليا 13 عالمين في تصنيف 13 عالمين نحطهم من 10 الاولين على مستوى العالم. نقول له برافو. كي يجيو نجوم المنتخب المغربي اللي هما يحكموا باحكامهم في الفرق نتاعهم ويعملوا الفارق، يدخلوا للمنتخب ينصهروا في تفكير المنتخب وفي تفكير المدرب وفي جو المنتخب، ينساو اساميهم والقيمه التسويقيه نتاعهم وينصهروا في ليتا ديسبري نتاع المنتخب المغربي اللي قلنا عليه مرعب كالطاحونه كالاعصار. المنتخب المغربي رولو كومبريسور اللي يضرب على بعضه بدون توقف، لانه تفكيره ولا تفكير جماعي وليس بالتفكير الفردي. وقت اللي مدرب المنتخب المغربي يكون درب سنه واحده ولا سنتين يعطيوه المنتخب المغربي، مش 19 سنه كامل اللي عندنا، فهمتني؟ يراني المنتخب المغربي ومندراك ويبهر به العالم. وقت نقولوا شابو، التواضع من شيم الكبار. الناس مسؤوله. انا خدمت خويا، ما نجمتش نروح، ما نهضرش على اللي فات، انتم هنا ما كاش هدمتوا الفوتبول، درتوا الصور، بنيتوا لا ميراي دو شين على الناس اللي كومبيتون، غلقتوا عليهم بلي ريزو، تخلصوا سارتا بالمعارف تاعكم بالجهويه تاعكم بكلش. فوزاد انكابابل دوميني لالجيري او موال الفوق، ما كاش اللي هو يشرف، واللي ما يشرفش خويا ماناش نقولوا ما بلعاني ولا ما نجمتوش، فو كيتي لا طابل ولا ما تروحش من الطابله. كاين اللي يقولوا لك روح، ولا المسؤولين فيدراسيون ام جي اس ما يقولوا لهمش روحوا، وزيد طلع الفوق ما يقولوا لهمش روحوا. يا اخي وعلاش حنا نربحوا العداوه؟ احنا نكريتيك تا لونترينور ما خدمش، تا البريزيدون فيدراسيون، وعلى حنا ناخذوا الاخر علينا؟ حنا قالنا نوليو هنا، حنا قالنا نوليو انكومبيتون ونوليو نجيو هنا نجيبوا الوقت. لا باس وي سيا ولد سيا وملاح ونقعدوا غير نتمسخروا. يا اخي لا خويا، كان اللي عنده قلبه حار وكان اللي عنده قلب تاع الدجاجه، ماشي كيف خويا، ماشي كيف. يفو كي لي اون رياكسيون، ماشي لي زونترينور. حنايا الناس كاع تروح، الناس تحب ديميسيون، الناس ما كاش وما كاش اللي يقول لهم. الا حنا نربحوا العداوه مع هاد الناس؟ علاش؟ دي فهمني علاش ما نديو دراهم، ما نكدا ونزيدوا نربحوا العداوه مع الناس هذوما. فوريا سي ترو يا اخي، سي ترو بزاف. محمد قاسي سعيد، اليوم لحقنا وين لازم تكون بدايه ونعاقبوا الناس، ولكن انا قاعد الصوت عليه نقول لك الحقيقه. علاش حنا نربحوا العيب مع هاد الناس؟ علاش حنا نهضروا؟ اذا كان المسؤولين ما يضربوش بيد الحديد وانا على نكسر راسي، الله يسهل عليكم. منتخب مغربي مرعب. شنو مرعب؟ يخوف بالاسماء بالارقام. اولا الساعه باش من خاطر الوقت قاعد يداهم فينا. المغرب 30 سنه الاخرى ديما عندها لاعبين متميزين. وقت اللي المنتخب المغربي عمل الفريق والاسماء الكبيره ذي اندمجت في روح المجموعه، تفكير المجموعه، المنتخب المغربي تألق تألق كبير. المكسب الكبير للمغرب اضافه للملاعبيه هذوما هو مدرب متميز جدا، عنده القبول وعنده الاحترام، هكا ولا بكي، وعنده الاحترام. سمير، النقطة اللي أثرتها أنت مهمة جدا، هي الدبلوماسية الرياضية. تعرف وزن المغرب في الكاف، وفوزي لقجع الرجل القوي داخل أسوار الكاف. يا سيدي الجزائر ما كانوش يدوا لي تيتر، ما كانوش نريحوا حنا نريحوا في ما كنا ما ندوش، ما نطوروش حنا الكرة الجزائرية، ما نطوروش لجان تاعنا هذولا مطالعين. رغم انه في 2009 شي واحد ما بنفس الكاتيجوري هذه في 2009 رحنا فينال، لحقنا الله فينال، خسرنا مع لاغومبي ورحنا لعبنا كوب دي موند في 2009.
في 1978 دينا كاس افريقيا جونيور باسكو ما كانش U17 ورحنا لعبنا كاس العالم. وفي 1980 لعبنا لي جوز اولمبيك تاع موسكو. 1980 لعبنا العاب الاولمبيه تاع موسكو يعني باش الواحد انا شوف انا ليا. و2016 لعبنا في ريو دي جانيرو لحقنا النهائي تاع كاس افريقيا منتخب تاع فرحات بن خماسه شحال وجماعه. انا تلعب بروحك تلعب بروحك. الناس يتمد رايها لهنايا وانت كي راك مدرب تاع منتخب وطني لازم تتحمل انتقادات. واش انت توفا بيان هاك السينيغال ضربوك 3-0 المروك ضربوك 3-0 وخرجت ما ديتناش الكوب دي موند هكذايا. هايا كيفاش دوكا شكون اللي حنا رانا غالطين ولا هو اللي راه غلط؟ سي لازم يلعبوا مليح سي يدينا لاكوب دي موند سي رحنا لا فينال. هذا هو لوبجيكتيف ديالك. ما تلاش وقال فلان راه بارو باش تشوف باللي نتايا تريبوندي البارو هذيك تريبوندي البارو انت تاع منتخب وطني انت اونطرينور تاع منتخب وطني. نو لازم يكون المدرب لازم يطلع المستوى ديالو. نهايه المشوار في الشهر. بالنسبه للتحكيم في الجوله الاولى وشفنا ضربه جزاء العوده الى تقنيه الفار والكثير من خبراء التحكيم اكدوا بان ضربه جزاء لم تكن صحيحه. الجهاز تاع اللاعب تشوف اللي لعب هكذا يعني من بعد لازم يعني الصور اللي تمد لك يعني لازم يكون كانت ان اونغل دو كاميرا واضح 100% ما كانش الهضره كامل نقولوا باينه بلي ما صفر ولا ما صفرش. لكن هنا ما نقدروش نكلموا حتى ولا احنا شفنا باللاعب الجهاز تاعو ما بانش بلي مساب يده ولكن ما نقعدوا هكذايا. والمشكله انه دات يعني الهضره بالمباراه الاولى الجوله الاولى بدينا يعني في الشك هذايا سي با بوزيتيف. يعني احنا الحكم الدولي سيكون حاضر في كاس العالم اقل من 20 سنه شهر سبتمبر في الشيلي سيد يوسف قاموح. هو ربما هذه المقابله هذا ربما ما دارش التقييم اللازم ما قيمش كما ينبغي ربما تدخل المدافع. ولكن اكيد هذا ما كل سنه ما يمنعش انه يكون حكم ممتاز. نادي دهاغا مزيان غير كل سنه نعيش نفس الاخطاء والانتقادات والشكوك والامور رغم مجهودات المبذوله الان بوجود تقنيه الفار ولكن الامور لم تتحسن كثيرا. شوف حكم يخطئ في وجود تقنيه الفار. اين هي الحلول الاخرى؟ باش نفكروا غير في الشهر احنا شحال من لقطه شفنا بلي كان ماذا بينا كان الفار يصفر ما كانوا ياوي ديزاكسيون في الشهر هذا اللي جاز اللي كانوا ضدنا. يعني كان قادر الفار يكون انترفيون تاع الفار ويرضى يعطينا الفرصه لينا بينالتي ولا ما داروش. يعني هذه الاخطاء نلقاوها مالوريزمون بزاف خاصه في القاره تاعنا في افريقيا وين ما عرفوش تقنيه الفار ما كانش يستعملوها ولا ما يمدوش الوقت اللازم باش يشوفوا لي زيماج. وين تشوف هنا شوف ادوار اخرى وين يقدروا ياخذوا 5 دقائق حتى وين يكونوا متركزين 100%. ممكن هنايا فاحنا ما ناخذوش الوقت اللازم لازم ناخذوا الوقت اللازم ويمكن كاين ظروف اخرى ما لعبناش بهم اللي يخلوه بلي ما يكونش في ارتياحيه 100% باش ياخذوا لي بون ديسيزيون. لكن الاشكاليه عندنا ان المشاكل مع حكام دوليين تقريبا في الكثير من المباريات الانتقادات توجه لحكام دوليين. ما كانش الفار كان ربما ممكن ان انسان بسرعه هكا وما عندوش يعني اداه اخرى لتقييم الوضع اكيد انه ممكن تغلط. ولكن لما دخلت تقنيه الفار عندك كل الوسائل لكي يعني الشك والغلطه ما تبقاش لان عندك الامكانيات باش تعاود تشوف اللقطه من كل زاويه. عندك يعني التقييم تاعك راح يكون صائب ما لازمش تغلط لان عندك ادوات اللي راح تسمح لك باش ما تغلطش. ولهذا لما الغلطه تكون ثابته يدخل الشك ولما يدخل الشك كل شيء يعني مكهرب والكلام يخلق من عدم الثقه بين الاطراف. الحاكم قبل ما ياخذ مثل هذه القرارات عليه ان ياخذ الوقت الكافي ويستشار مع الفار يستشار مع اللي وهو يشوف بعينيه وياخذ القرار لازم يعني الواضح. لو كان ماشي واضح على الاقل ولكن ما كانش قرارات اللي ما تكونش واضحه مع تقنيه الفار. فريق اللي وش من الامل كنت تستنى فريق تكون بسرعه البرق في ظرف وجيز وفي ظروف غير ملائمه تماما. وش كنت تستنى اكثر من هذا؟ انا لو كان الفريق الوطني نال هذا الكاس نقول باللي الكره الافريقيه ضعيفه. لماذا؟ لان ما كان حتى جاهزيه ما كان حتى مقاييس حتى معايير اللي كانت تخلينا نقولوا باللي حقيقه عندنا فريق قوي راح يواجه فرق وراح يقدر ينال هذه البطوله. كنا نقولوا برك في كل مره ما عندناش لاعبين ما عندناش ثم بسرعة البرق مرة أخرى نستنى ما عندنا لازم نفهموا رواحنا قبل ما نفهموا الآخرين. ولذا أقول أنا لا أستطيع أن أتكلم كثيرا على الإخفاق أتكلم على عدم الرؤية في إعطاء للفرق النخبوية
البرامج الكاملة والمتكاملة من إلى. ماذا نريد من هذا الفريق، خاصة عندما تشوف حق كاين فيه بعض الشبان ولكن أغلبية منهم كبار. لو كانوا رحنا بفريق أقل من 20 سنة ولا 22 سنة ولا نقولوا بالك لنحضر لاعبين يقدروا يكونوا جاهزين مع الفريق الأول. اليوم كان حتى نظرة استشرافية وحتى نظرة مستقبلية. كيفاش تتكلم على خيبة أمل؟ البعض حمل لاعبين المسؤولية وانتقدهم بعد الإقصاء من الدور الربع النهائي أمام السودان، وقال بأن المشكل في اللاعبين وفي مستوى عناصر البطولة المحلية. ألا ترى بأن اللاعبين تاع البطولة الوطنية هم ضحية بسبب نقص التكوين، بسبب المستوى التنافسي تاع البطولة اللي ما راهوش طالع كثير؟ في رأيك هل نحمل اللاعبين المسؤولية أم لا؟ شوف والله هو قال كلمة شابة، قال لك من ما عندناش ولينا في عدنا في ظرف شهر ونطمعوا ونقولوا في الشان هذه كومبلي الفرق ولا المنتخبات اللي شاركت كاين زوج برك اللي راهم يحضروا على المدى البعيد وعندهم ان بروجي اللي هما السنغال والمغرب. يفو دير لا فيريتي، يفو دير لا فيريتي سيكو كي تحكم لا موين داج او قال لك شيخ تفهم بزاف صوالح. كي تقول لي لاعب منتخب انا اليوم كان شاركت بالاوفا نقول لك باللي مليح اللاعبين يكتسبوا خبره احتكاك المباريات وي مي راه عندك دي جوار تيتولار في اون ايكيب ناسيونال تاع المحليين توصل نجوم في البطوله بالعقل ماشي بروبليم تاع نجوم. الاخر فيهم عنده 17 18 ماتش تاع ليغ دي شامبيون اللي في سي ار بي 4 سنين كونسيكوتيف لحقوا كارد فينال. صافي دير كي تحكم 6 ماتش 5 ماتش تاع لي بول بلوس دو ماتش تاع لي بول بلوس دو ماتش تاع لي روتور تاع كارد فينال راهي 7 ماتش بلوس دور تمهيدي. معليش نحي لك الدور التمهيدي 7 فوا 4 مشاركه متتاليه 28 ماتش. صافي دير متعودين على افريقيا ومتعودين نو كي تحكم اليوم منتخب السودان ما عندوش المحترفين. السودان يلعب بالالف فهمت ليه راهو يربح في المشاركه راهو يربح في التجانس تاع اللاعبين با سوسي معليش. مي حنا هنا كيسكون في دو سيت شان شت لانومالي وراهي سيكو حنا هذه اون ديري سمحوا لي بالمعنى مي اون ديري كو يحتموا علينا المشاركه قال الدقيقه الاخرى ولا غير تلعبوا فهمتني يا شيخ يا صاحبي. الناس راهي من 2010 وراهي تخدم. السنغال دات لاشان هنا في الجزائر لي تيراو بيت كاع 19 من ضرسنا حنا لي تيراو بيت كاع بلوس دو 34. علاش عطيتك المغزى ومن بعد واش نلقاو اللي يلعبوا شان راه يلعبوا مع المنتخب الف تاع السنغال سي دي تيتولار وحنا اللي يلعبوا شان في الجزائر هنا ما كان حتى واحد راح لا في الالف لا في المحليين. دونك نروح نتاو فهم المغزى. للمولى عز وجل أقول يا طارق وأقول للاعبين وأقول للجمهور المغربي ارفع راسك افخر بنفسك ارفع راسك يا مغربي. أسود الأطلس حققوا اللقب لقب الشان. نعم مشاهدينا الكرام من حق كل مغربي من طنجة العالية للكوير العزيزة وكل المغاربة المتواجدين في ربوع العالم اليوم يفخرون اليوم يعتزون اليوم يرفعون الراس لأن أسود الأطلس فعلوها زاروا في كينيا وجاءوا باللقب الثالث في تاريخ الشان. مشاهدينا الكرام هي طفرة كبيرة على مستوى كرة القدم المغربية. 2025 سنة استثنائية. سجل عندك عزيزي سجل عزيزي المشاهد. نعم كاس افريقيا داخل القاعة سيدات 2025 كاس افريقيا اقل من 17 سنة 2025 واليوم يا طارق يا سكتيوي اللقب الثالث في ظرف 5 أشهر بعد فوتسال السيدات وبعد كأس إفريقيا 17. اليوم نسعد مرة أخرى ونفخر مرة أخرى بلقب آخر. فارفع راسك يا مغربي لأن هذه السنة هي سنة الألقاب وسنة النهائيات. نعم 5 نهائيات في ظرف 5 أشهر. جئنا ب3 ألقاب والبقية تأتي إن شاء الله. فرحة مغربية العلم المغربي والاعتزاز بهذا اللقب لأنه مشوار كان أكثر من رائع يستحق على إثر المنتخب المغربي لقب الشان للمرة الثالثة في تاريخ المغرب. يا سادة يا كرام أكيد سنتكلم عن الأرقام سنتكلم عن الإحصائيات وسنتكلم عن الأفضل يا طارق السكتيوي. أنت اليوم دخلت التاريخ لأنك أول اسم تفوز بلقب كلاعب لقب بطولة الشباب وتفوز كذلك بلقب قاري كمدرب. منتخب المغربي يفوز عن جدارة واستحقاق. هانئا لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله الراعي الأول للرياضة بالمغرب. هانئا لفوزي القجع. هانئا للشعب والجمهور المغربي كافة. هانئا لطارق السكيتيوي والطاقم ديالو وأخص بالذكر يوسف حجي. هانئا للاعبين المحليين اللي بينوا لنا مرة أخرى بأنهم لاعبين كفء ويستحقوا يحملوا القميص الوطني. لاعبين اللي بينوا بأنهم عندهم مهارات وعندهم قتالية عالية. المنتخب المغربي البطل
صدقوني غير البطل. برافو. باش تكون خاسر 1-0 منتخب مدغشقر ما جاش الفينال باش يلعب ولا باش جاي يربح، دار اللي عليه، خاسر معاهم 1-0، تعاود تولي في سكور ومن بعد تعاود تولي تربح 2-1 ويعاودوا يولوا لك في السكور يعيوك باش تعاود تزيد نتايا تماركي لهم طروازيام بوت. واش من الطروازيام بوت، واش من الطروازيام بوت. الا نقول شكرا للستاف كامل على الخدمه. يعني كما كيعرف الجميع منا سي طارق سكيتيوي كان خاصو يدير واحد اللائحه في 48 ساعه. يعني هي بالفم كتبان سهله ولكن باش ديرها وتنجح فيها يعني صعيبه. ما عليه الا نشكر الدراري يعني اللي كما كيعرف الجميع ان التوقيت ديال هاد لاشون صعيب شي شويه بحكم اننا يلاه سالينا لا سيزون، حنا في لا فاز ديال البريباراسيون وخاصك تجي وتلعب مع منتخبات اللي مجموعين من شحال هادي. هذا اللقب كنهديو الرياضي الاول صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو والجميع والشعب المغربي والعائلات ديالنا كنبغيو نقولوا لهم شكرا. كنا عارفين صعبه واخا حنا درسنا فريق ديال مدغشقر هما كانوا غير كيلعبوا هما كانوا لاعبين حنايا درسناهم والحمد لله اهم حاجه هي فزنا عليهم وخدينا اللقب. هذا اللقب كنهديو الرياضي الاول جلاله الملك محمد السادس. ثاني حاجه كنبغي نشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم. مباراه كانت صعيبه، الفريق الخصم كانوا عندهم لي زيليمون تري رابيد، كنا عارفين غتكون مباراه صعبه. الحمد لله دخلنا عازمين باش نحققوا اللقب وداك الشيء اللي تاتى لينا. فكما قلت سابقا فلولا الاصدقاء ديالي انا ما كنسوى والو، بالمجهودات ديال صحابي كيجاوني الفرص انا كنحاول نترجمهم للاهداف. الحمد لله توفيق من الله سبحانه وتعالى. هذيك الفرحه راه ما كانش نجري من وين فرحه كبيره زوينه بزاف صراحه. الحمد لله، برافو الدراري، شابو ليكم الشباب، برافو ليكم، الله يعطيكم الصحه. شكرا طارق سبيشيوي، شكرا الدراري كاملين على هذه القتاليه هذه. ما كنشوف ماتشات بحال هذا. شكرا لكل لاعبين المنتخب الوطني المحلي فردا اللاعبين كاملين، سكيتيوي الطاقم ديالو المليوي على ديك الهدف الانطولوجي، كل اللاعبين. انا اكتشفت شي شخصيه عند شي لعابه، اكتشفت واحد الروح القتاليه. لعبوا بالروح، لعبوا بالقلب، جربي السبع يخسر الحرب. ايوا على الشان اللي في اللحظات هذه يتلعب الفينال نتاعها. الشوط الاول في اللحظات هذه يوفى بتقدم المنتخب المغربي على منتخب مدغشقر 2 مقابل هدف. نذكر السنغال البارح كملت في المركز الثالث بعد ما ربحت السودان بركلات الترجيح 4-2 مقابل الوفات على نتيجه التعادل هدف مقابل هدف. سي شكري فما منتخبات مفاجاه، مدغشقر مثلا في شان توصل للفينال وتواجه منتخب مغربي. هكا علاش حكينا قبل في الاستديو قلت لك ماذا بينا تونس تمشي للشان. علاش؟ بور كو ريزون شفت الملاعبيه استدعوهم للكيب الاغلبيه من الدوميناسيتي من الاوروب، عندنا امكانيات ماكش باش تخسر حتى شيء. وكانوا راهم يكونوا كومبيتيتيف وحاضرين وتنجم تاخذ بينهم بعض الملاعبيه اللي بداوا كونفيرمي كان عملوا نتائج طيبه ولا راهو مستوى طيب. انا من الناحيه الجماعيه والفرديه كنت نجم وموا حتى في ليكيب بي تعرف يكون تحط اكثر يكون اما عندنا برشا زاد شارجي البطوله كانت شارجي ملي كان البطولات الاخرى الناس كلها بداوا. انا كيف مش كان احنا وحدنا في الافريق، وانا كيف في الجيران كيما باش نحضروا مثلا عندنا احنا هذه البروغراماسيون. علاش معناها بروغراماسيون؟ انا خاطر جاتك من قبل هما رفضوا على خاطر شارجي السيزون شارجي برشا ما بين بطوله وشامبيونز ليغ وكاف وكوب دافريك وكاس العرب وتصفيات المونديال. دونك ماناش يكونوا حاضرين. شفت احنا توا عندنا 23 في الأ 23 في البي وبار شكون مستدعي 25. انا شفت معناها بريسك 50 جوار دون الا حق وضعيه وحق وضعيه حق فما يجي 10 اخرين. انا قربت 65 جوار 60 جوار كنت نجم ديما حسب رايي نجم يكون بروغراماسيون مش موجود كذا ولا بقولكش نهز اللي يجي نهز ايكيب باش من لا احنا خاطر ديما نلوجوا الاوبجيكتيف نتاعنا باش نمشيو بالايكيب يبدا عندنا ان تري بون افكتيف في الايكيب باش يعطي الاضافه في الكوب اراب ولا كوب دافريك. باهي المغرب ايضا توا قاعده تقدم تقريبا في المنتخبات الكل في الاصاغر في منتخب المحليين اللي هي قريبه توا 2-1 في انتظار الشوط الثاني تنجم تتوج باللقب. دونك تحسن
المنتخب المغربي اللي نذكروا الفينال قاعد يتلعب توا في نيروبي في كينيا. واحنا قبل نقولوا قلنا احنا كنا في المرتبه الاولى، واحنا في الافريق في البطوله نتاعنا، وكنا نصدروا في مدربين ونصدروا في ملاعبيه. وين احنا؟ وين بعض الكيبات، بعض الفرق، بعض الدول. كيف مادام احنا وصلنا للمستوى هذا ما فماش مشكل كي نشوفوا المغرب شو عملت، شنو الاستراتيجيه تاع بها، شنو البروغراماسيون تاع بها، ما فماش حتى مشكل. معناها نقول لك نشوف واضح ونعمل بروغراماسيون باش نوصل للنيفو هذاك، خاطر هربت علينا ما يلزمش، هربت علينا احنا مش مش نهبطوا ايدينا، ما نهبطوش ايدينا. راح نقول ديما عندنا جوارات مصورة دون 5 6 10 راهم موجودين، نجموا نخرجوا جولات ديما اكونديسيون باش نحطوا ظروف طيبه للناس الكل. واضح. نقاط استفهام زاد على مستوى نجم نقولوا التنظيم. وقت اللي تشوف انت نيروبي كينيا تنظم في شان، وقت اللي تشوف اوغندا زاد يتلعبوا فيها المقابلات وغيرهم دار السلام. بدي ننظم الشان، احنا ما بطوله وطنيه مش ننظمها. احنا بطوله شوف مدى 2004 وقفنا غادي على مستوى. انت مقتنع بالملاعب كلها في تونس؟ تنجم تشد فار، تنجم تقعد مرتاح. لا معلش ما لا باش نقدم للمراجعه نقاط استفهام كبيره.